سلام عليكم. ده اول شمبر وده التاني. كنت نازلة اجيب شمبر ليا والماما، فماما قالت لي انزلي للشارع اللي جنبينا في واحد كويس بيبيع نضارات. قلت لها لا، انا هنزل في مكان فيه كميات وفي جملة وفي اسعار مش موجودة في مصر كلها. ده الشمبر التالت كان عاجبني، بس قال لي ايه خدودك هتبقى بتطلع الشامبر فوق زي ما انتم ما شايفين. قال لي اضحكي وشوفي، فضحكت لقيته بيطلع معايا. ده الشامبر ده عجبني شوية لانه مرفوع، ده عجبني اكتر لانه يعني مناسب لوشي، فجبت ده. جبت الشامبر ده، خدت العسلي، وده كان عاجبني جدا. تصوروا بكام؟ ب50 جنيه. كان عاجبني ده جدا برضو. ده اوريجينال ب250 جنيه، طبعا اسعار عن بره بكتير غير تماما. ده ب150. ده بولارايزد بقى للناس اللي بتسوق، الناس اللي خايفة من المطبات والسراب. ده ب75 جنيه، وكنت عمالة ابص فوق وتحت عشان هو لونين، احمر في اسود. ده الرمادي منه. دي ب100 جنيه. والله حاجات تحفة جدا، واسعارها رخيصة جدا عن بره، يعني انا باخد بسعر الجملة. دي نفس النضارة السودا اللي قبليها بس ايه بيج، ودي نفسها بس احمر، متضايقة منها قوي. تقريبا كان ب100، دي ب150 جنيه. دي حاجة اوريجينال برضو. لا دي ب100 تقريبا. دي عاملة 250. دي 275 ودي ب150. دي كانت عجباني قوي. الحمرة برضو ب275. وكل الحاجات دي على فكرة تعتبر فيرست كوبي. احنا مش هنقول طبعا هي كوبي، لا هي فيرست كوبي اعلى شوية، وحلوة واسعارها جميلة. طب المكان فين يا سموحة؟ المكان فين يا اتحايلوا عليا شوية. المكان في العتبة يا ولاد. المكان في العتبة يا ولاد. العتبة كنز كبير، كنز للي يفهم فيه، للي يعرف يلف فيه. العتبة فيها كل المكاتب بكل الأسعار، فيها كل أسعار الجملة لكل حاجة، ملابس، شوزات، شنط، أي حاجة انت عايزاها هتنزلي العتبة هتعرفيها. بس المهم تعرفي المكان فين، لأن العتبة كبيرة جدا وكلها مكاتب كبيرة جدا، وكل مكان بيبقى مختص بإيه، بمشتريات معينة، بمشتريات معينة. كل ما كفت شيء موجودة في العتبة، كل ما كفت شيء موجودة في العتبة. أنا لما بنزل بشتري من العتبة، وبجيب من الأماكن اللي بتبيع جملة كمان، مش بس السريحة اللي في الشوارع أو في المحلات الموجودة. لا ده أنا بنزل كمان المكان اللي بيبيع جملة وبيديني قطاعي جملة كمان. وبمسي على رجب العطار بما إنه ظهر قدامي، لأن على طول بشتري منه. ده كده شارع العتبة يا ولاد. ده شارع العتبة، في كل حاجة. ده من اول ايه، من تحت كوبري الحسين، وتمشي بقى شارع العتبة ده كله. وتعاليق رمضان طبعا نزلت، وكل حاجة موجودة اهي. رينج لايتس اللي كلنا بنحتاجها. كل حاجة كل حاجة تلاقيها موجودة ومرصوصة. طيب دي اسعار، يعني اللي بيبيعوا دول بيبيعوا اسعار، لكن الاماكن اللي هي بتبقى فيها مكاتب بتبيع اسعار اقل كمان من الراجل اللي فارش في الارض والفارش في الشارع. تمام. فعشان كده انا هوصلكوا للمكان اللي بيبيع جملة لنضارات، بيبيع حاجات اوريجينال، حاجات بره بتتباع ب400 جنيه وب300 جنيه، وهي اصلا ب65 وب50 جنيه. وموجودة عندهم، وكل المحلات اللي حواليهم او في الاماكن التانية اللي بعيدة عن العتبة بياخدوا منهم. يا جماعة يا جماعة، ده القبة بتاعت الايه، مسرح القومي، لو انتوا شايفينها اهي اللي فوق دي. وهتلاقي في وشك حلاوة. حلاوة ده قصاد ايه؟ قصاد الاسم بتاع الأزبكية الناحية التانية، وقصاد برضو المطافي بتاعة العتبة. هناخد حلاوة نخليها على ايدينا الشمال، ونمشي مع الخط ده لغاية ما نوصل لأول حوداية أو أول ممر شمال بعد حلاوة، اسمه ممر بريموس. ممر برموز للجملة بتاعة النضارات وجملة الساعات. حتى لو عايز ساعة برضه اوريجينال، ده الممر اهو. هتلاقي فيه كل حاجة.